السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أنا ما كنتش متخيلة خالص إن أنا ممكن أحتاج أعمل فيديو عن الموضوع ده. بحسه يعني من البديهيات. يعني هل أنا محتاجة أقول إن مش مسموح لحد يتكلم عن العيال وحش قصادها؟ يعني أنا في تقييم الأم بتدخل لو داخله بالطفل، يعني انا عندي اصلا فريق بيبقى فاهم ده، فبياخد الطفل بره اصلا، يعني بيسحب الطفل من بره. لكن لو حصل والطفل دخل مع الام والام بدات تتكلم، انا بشاور لها وسلم على الولد وعامل ايه يا حبيبي وازيك يا بابا وعندك كام سنه واسمك ايه وبتاع، شويه رغي كده. انا بضيع وقتي لغايه بس ما يجي لي حد من بره، انه اكيد هيدخل والحد ده يسحب الطفل ويروح بقى يعمل له تقييم، يلعب معاه في الجاردن، يعمل اي حاجه لغايه ما نقعد مع الام اتكلم معاها. يعني لو الام حاولت تتكلم عن الطفل قدامه انا بمنعها، تمام. لكن انا طبعا فاهمه ان ده من بديهيات والناس فاهمه كده يعني. لكن انا ما كنتش اتخيل ان انا محتاجه اعمل فيديو اقول يا جماعه ما تعملوش غير كده. لا مسموح ليا ولا لغيري ان اتكلم عن الطفل وحش، او ان انت تحكي عن امور الطفل قدام الطفل قاعد اصلا مهما كان صغير. ان شاء الله يكون عنده سنه، ما نعملش كده. لا ما هو مش فاهم، ما هو عنده 3 سنين، عنده 4 يا ستي. ولو الاقي ام بتقول لي ده المدرسه لما بيعمل مشكله بتتصل بيا قدامه وتحكي لي، يا جماعه ده غلط طبعا، ده غلط طبعا. اولا غلط لحاجتين. الحاجه الاولانيه، مش انا زفت، مش انا متنيله على عيني يعني، مش هي باظت بقى، ما تقرفوناش. فطبعا بيدي احساس للطفل ان الدنيا باظت وان هو بيتفضح وان هو كده كده منيل وبتاع، ففكره تعديله بتبقى اصعب. النقطه الثانيه ان انا بفقد قيمتي انا كطفل. يعني انا كطفل انا كمربي بفقد قيمتي. يعني انا لو ام وبشتكي لابوه، فانا كاني انا بقول بلسان حالي ان انا اضعف من ان انا اتعامل معاك، فانا محتاجه حد تاني يساعدني. لو انت معلمه وتشتكي للام في التليفون كانك بتقولي ان انت اقل من انك تسيطري على الموقف، فبتصل بماما اقول لها. وده غلط طبعا في التربيه، وده غلط في تعديل السلوك، وده غلط في تقويم اي موقف تربوي. فما ينفعش اي مربي، معلم، كابتن، اب، ايا كان يقوم بالسلوك ده. ممنوع حد يتكلم على الولاد قدامهم بطريقه سلبيه، ولا يحكي ولا ما يحكيش، ولا يقول الحقيقه ولا ما يقولش، ولا الكلام ده، ولا مسموح اصلا، ولا مسموح. وانت لو اخصائي ما تسمحش للام تكلمه. يعني انا في ام بتقول لي مصره انها تتكلم وانا عماله اشاور لها، وبعد كده ما بديهاش بقى، قلت لها ماما لو سمحتي ثانيه واحده الولد يخرج ونتكلم. فلقيتها بتقول لي عادي، يعني ما انا رحت الاثنين قبل كده ما حدش عمل معايا كده. في ايه يا جماعه؟ يعني مش عارفه يعني في ايه؟ كنت بتتكلمي كده قدام الناس؟ يعني بتتكلمي قدام الطفل عنه كده ونتكلم بقى واحكي ويلا نحكي ايه حصل قبل كده، وايه المواقف اللي خلتك تقولي كده، وتقصدي ايه بكذا وتقصدي ايه بكذا، ونفضل نحكي؟ لا طبعا غلط، غلط، وده موقف غير تربوي وما تسمحوش لا انتوا تعملوه ولا حد غيركم يعملوه مع اولاد الناس.